أخبار المغرب، أهلا بكم وهذه أبرز العناوين. الشرطة التركية توقف منفذة هجوم إسطنبول والتفاصيل صادمة. تمكنت قوات الأمن التركية صباح الاثنين 14 نوفمبر من إلقاء القبض على سيدة يشتبه في كونها وراء الهجوم بقنبلة والذي ضرب شارع تسوق مزدحم بمدينة إسطنبول أمس الأحد، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 81 شخصا. وحسب ما نقلته وسائل إعلام تركية رسمية عن وزير الداخلية التركي سليمان قوله إن الشرطة ألقت القبض على الشخص الذي زرع القنبلة في شارع الاستقلال الشهير بإسطنبول. من جهتها قالت الشرطة التركية إن منفذ هجوم إسطنبول امرأة من الجنسية السورية تلقت تدريبا على أيدي الميليشيات الكردية. وأضافت نقلا عن مسؤول تركي تأكيد وجود صلة لمنفذة تفجير إسطنبول بالأكراد دون أن يستبعد أن تكون لها علاقة بتنظيم داعش. وبثت وسائل إعلام تركية مقاطع فيديو وصورا تظهر لحظة اعتقال المتهم بتنفيذ عملية التفجير، إذ يظهر مقطع الفيديو فرقة من قوات الشرطة تداهم المنزل الذي تقيم فيه المتهمة، كما يظهر المقطع لحظة اعتقال وتقييد المشتبه فيها بتنفيذ التفجير ومن ثم اقتيادها إلى أحد مراكز الشرطة للتحقيق معها بشأن العملية. وفي السياق ذاته أعلن وزير العدل التركي باكير بوزداغ اعتقال 46 شخصا على صلة بتفجير شارع الاستقلال، من بينهم الشخص الذي زرع القنبلة. هذا وكان التفجير الذي وقع في شارع الاستقلال بإسطنبول أمس الأحد قد خلف 6 قتلى و81 مصابا.